ويلكم يا صديقي في إنجليش بالعربي. هنا هتفهم إنجليش غصباً عن الجرامر نفسه. كان يا مكان في بوند صغيرة هادية. البوند دي كانت كأنها little paradise. الانيمالز كلها كانت pretty relaxed ومش بتعمل موف كبير. صوت كواك بسيط في الخلفية، كواك. لكن بين الجماعة دول كان في two ducklings زهقانين from the routine. الدوكلينجز دول كانوا دايماً بيفكروا في الأوتسايد والورلد الكبير. واحد فيهم قال بحماس let's go see what's beyond. التاني قال بخوف بس بابا قال الأوتسايد dangerous. الصحبة كلها قالت you can't just stay in one pond forever. قرروا يعملوا small plan ويطلعوا exploration صغير. اتفقوا يمشوا مع بعض علشان يبقى safety in numbers. صوت خطوات صغيرة ومية بتتحرك. أول خطوة كانت إنهم يطلعوا من الكومفورت زون بتاعتهم. سطر واحد curiosity هو اللي خلاهم يتحركوا. لما خرجوا أول حاجة شافوها كانت ميدو واسعة ومليانة لايف. الدوكلينجز اتفاجئوا من colors والسميلز والساوندز. واحد قال this is so different, so exciting. التاني قال بس في حاجات هنا ممكن تكون risky. شافوا مع بعض ساين فيها warning لكن حب التجربة للبهم. صوت عصفور بيغرد bird tweets. بينما هم ماشيين قابلوا هيرن واقف على شط المية. الهيرن كان بيج وطويل وكان بيباصص فيهم كأنهم سناك. البطتين حسوا حالة tension لكن ما فقدوش their courage. حصل confrontation صغيرة وكانت لحظة اختبار للشجاعة. الدكلينج الأول حاول يشتت الانتباه وعمل دايفرجن. الدكلينج الثاني استخدم سبيد وأجيليتي علشان يهرب. الهيرن حاول يمسكهم لكن التيم وورك خلاه يفشل. بعد المجهود ده البطتين كانوا exhausted لكن safe. تعلموا lesson مهمة عن collaboration و quick thinking. واحد فيهم قال I thought danger equals end but actually it's a lesson. التجربة خلتهم appreciate البوند أكتر لما رجعوا للبوند وهم عندهم new stories و new vocabulary في دماغهم. الجيران سألوهم فينكم وهم ردوا we went out and we learned. الدكلينجز قالوا إن الخروج كان risky بس مفيد للجروث. الحكاية علمتهم إن الورلد مش كله خطر وفي كمان beauty و opportunities. المهم إنهم رجعوا home لكن مش نفس الناس اللي خرجوا. الكومفورت زون فضلت موجودة بس هم بقوا ready لأي تشالنج. الكونفيدنس بتاعتهم زادت والكيوريوسيتي بتاعتهم ما خفتش. من اللحظة دي كل يوم كانوا بيعملوا small exploration داخل البوند وخرجوا. بدأوا يجربوا new food, new games و new friendships. البوند بقى community أكتر supportive بدل ما يكون مجرد مكان روتين. اللسن اللي خدوها واضح. Step out but plan smart. مفيش حاجة اسمها adventure من غير preparation. خلي الريسك manageable وخلي المايند سيت متفتح. مش كل تجربة هتنجح وده طبيعي بس كل تجربة teach you something. لو حصل failure خليك resilient و try again smarter. الدكلينجز تعلموا إن البريفري مش معنى recklessness. يعني تكون curious و take risks بس مش تهور من غير sense. في الآخر الحكاية دي مش عن الموت ولا عن دراما. هي عن نمو صغير بس حقيقي. المورال واضح. لايف بتكبر لما تاخد خطوات صغيرة خارجة عن الكومفورت زون. خد بريث، فكر في بلان وامشي خطوة بحماس لكن بعقل. لو انت محتار تعمل موف سأل نفسك what's the worst that can happen. وغالباً هتلاقي الحلول متاحة لو فكرت practical. خلي الكيوريوسيتي تكون guide مش blind impulse. الدكلينجز بقوا يعرفوا إن كل يوم في chance to learn one new thing. جرب كلمة جديدة، جرب موقف جديد، أعمل connection جديد. المهم إنك ترجع للبوند بتاعك وإنت ريتشر بخبرة. وبكده خلصت حكايتنا عن تو ducklings والأدفنشر بتاعتهم. صوت مية هادية وكواك هادي. The end بس مش نهاية. The start لرحلات جديدة. لو عجبتك القصة جرب تعمل اليوم خطوة صغيرة outside your comfort zone. ما تنساش curiosity plus planning equals growth.
يلا ابدأ دلوقتي حتى لو خطوة بسيطة بس. See you next episode for another short story and new English vocab.